فاتت اتكلمنا عن العلاقات السامة أو المؤذية. اتكلمنا عن أنواعها، والنهاردة هنتكلم عن الخطوات اللي ممكن تستخدمها علشان تخرج بره دايرة العلاقات السامة أو المؤذية. بداية أي مشكلة زي ما قلنا أكتر من مرة إن هي بتبتدي بالاعتراف بالمشكلة أو إن احنا نحدد إيه هي المشكلة بالظبط. إن أنت تعترف إن المشكلة دي كان فيها أذى نفسي، إن أنت تحدد إيه هي الآثار الضارة أو السلبية من العلاقة دي، إن أنت تسأل نفسك إيه هو بالضبط المشكلة في العلاقة دي، هل أنا مثلًا مش باحس فيها بالأمان؟ هل العلاقة دي فيها أذى نفسي أو جسدي بالنسبة لي؟ هل العلاقة دي باكون فيها مش أنا، بتأثّر على شخصيتي، بتأثّر على ثقتي في نفسي، بتأثّر على وجودي كشخص؟ تاني خطوة بتبتدي بإن أنت تفُك التعلُّق النفسي. في ناس كتير بتفضل في علاقات سامة أو مؤذية مش علشان هي مرتاحة أو إن هي مستمتعة بحياتها مع الشخص ده، لكن بتفضل مرتبطة لإن هي مش قادرة تتخيّل حياتها من غير الشخص ده. العلاقة دي فيها ذكريات مشتركة، فيها حاجات طبعًا حلوة، لكن لو هُم عملوا زي ميزان ما بين الحاجات الحلوة والوحشة اللي مرتبطة أو موجودة في العلاقة دي، هيلاقوا إن الحاجات الوحشة أكتر. علشان كده مهم جدًا إن أنت تسأل نفسك، هل أنا بالجأ للشخص ده علشان أحس بقيمتي؟ هل بابعد عن أصحابي وعن دنيتي علشانه؟ هل باحس طول الوقت بفراغ من غيره؟ عشان كده راجع نفسك وشوف إيه هي مصادر الأمان اللي أنت كنت رابطها بيه والحاجات اللي بتحبها فيه، عن دعمه ليك، عن حدودك ووقتك لوحدك. خُد مسافة ووقت علشان تقرر، مش لازم تقرر في نفس اللحظة. طبعًا المسافة علشان تقدر تقيّم الوضع بشكل موضوعي من غير تأثير من الطرف التاني، من غير مناقشات، من غير استعطاف، من غير تأثير من الشخص ده. وده هيخلّيك تاخد قرار ناضج. طبعًا لو أنت شايف إن العلاقة دي اتغيّرت وإن الشخص ده بيحترمك وبيحترم حدودك، هتفضل في العلاقة دي، لكن لو الطرف التاني ما اتغيّرش أو التلاعب النفسي زاد أو الضغط عليك بقى أكتر، يبقى أكيد العلاقة دي مش آمنة بالنسبة لك. المهم إن أنت تتمسك بحقك وتحط الحدود المناسبة ليك اللي بتحميك. طبعًا الشخص ده عنده الحرية إن هو يسمعك أو ما يسمعكش، المهم إن أنت تسمع نفسك. اسمح لنفسك إن أنت تغضب، تتوتر، تعيط، تتلخبط، كل المشاعر دي طبيعية وبيمُر بيها كل شخص بعد علاقة معيّنة خلصت وانتهت. التعبير عن المشاعر قوة مش ضعف، المهم إن أنت ما تكتمش المشاعر السلبية دي جواك، لإن هي هتأثّر على حياتك بشكل سلبي.